طريقة فراخ مشوية تجنن بقى، حلوة وسهلة وخفيفة جدا جدا ومش مكلفة أي حاجة. تبليها: هاتي بصل، طماطم، فلفل، بهارات، وحطي كله في الخلاط وضربيهم. اديني حطيت البصل ومحضره الطماطم ومحضره الفلفل، حابه تضربي كله مع بعضه تمام مفيش مشكله، عايزه كل حاجه لوحديها برضه مفيش مشكله. سهل جدا وبسيط. طبعا بتبقي شاطفه الفراخ ومصفياها عشان لما تحطيها في التتبيله ما تنزلش ميه، تبقى تتبيلتها كلها شاربه من الطماطم والبهارات والبصل والفلفل. ضربايه خفيفه، مش عايزينها تبقى ناعمه قوي. وانقعي فيها الفراخ بتاعتك طبعا بعد ما تقطعيها وتشطفيها كويس جدا، وسيبيها بقى ساعة ساعتين. حابة تسيبيها من بالليل للصبح، وهاتي بقى الصينية بتاعتك وحطي عليها الشبكة، وحطي في الصينية حبة مية والتتبيلة اللي احنا كنا نقعين فيها الفراخ ولو حبهان كده، وسيبيها بقى في الفرن ساعة، ساعة ونص بالكتير. ده لو الفراخ كبيرة أو كانت طازة ما كنتيش مبيتاها في التلاجة قبلها بيوم ولا حاجة. وكلي بقى أحلى فراخ مشوية بيتي تجنن.